ان شاء الله غنسوي لكم بسكوت من البسكوتات القدام، يعني كنقولوا لها حنا حلوه الهلال. باش شو داخل عليها هاد حلوه الهلال؟ داخل عليها بس هالجبن وهذا الفلو هما اللي زايدين على تعرفوا الجبن اللي هو جبن لافاشكري والفلو هذا اللي نوع من انواع الفانيليا. هي طعم الفانيليا، لكن هل يسمونه شوف في الفانيليا، في الكراميل اللي بالكراميل يحطها، اللي بالفانيليا يحطها. هي تفضل ان هذا فلور هاي يسمونه ما اعرف يعني البسكوت هذا مسحوق مستحضر فلان ما ما اعرفه. المهم زين. عندنا اول شيء بسم الله عندنا شو بتسوين الحين؟ بسكوت الهلال. يعني بسكوت الهلال الحين بتعد مكونات بسكوت الهلال. بنعد لكم المكونات كلها. عندي لوز، شوفوا اللوز هذا شويه تحمصوا شويه، ما يكون محروق وايد، شويه تحمصوا. عندي 2 اكواب، كل كوب من هذا كيشيل 150. عندنا 2 اكواب لوز محموش شويه ومطحون، شوفوا كيعطيني كل كوب 150 جرام. وعندي نص كوب سمسم حتى هو محموس. محموس السمسم ولما يتحرق يصير لونه بني، كيصير ما فيه طعم. زين. بس محموس. كم الكميه؟ نص كوب. نص كوب ديال 150 جرام. وعندي زيت نباتي. كم الكميه؟ حتى هي 150 عمي. كله 150. كله 150. وعندي كوب سكر، يعني نفس العباره هالاشياء. وعندي 2 من هذا الباكيت الفلو، وعندي 5 حبات جبن لافاشكيري، وعندي بيضه واحده، وعندي شويه مليحه، وعندي خشوقه صغيره بيكنج باودر هادو، وعندي كيلو طحين رقم 1 بس ما حتشيل كيلو طحين، وعندي هاد السمسم واللوز المبشور والمربى مات المشمش، هادو للتزيين، هادو تا هما داخلين عليه. هذا للتزيين. للتزيين. هذاك كطبخ. كانوا في الاول عمي كيسووا بها، يعني ما كيحطوا بسكوت الهلال كياخذ 250 جرام من الزبده تكون بحراره درجه المطبخ، درجه حراره حراريه، وغنحط عليها شوفوا الكوب ديال السكر، وغتسيروا تشتغلون في الزبده بحال هكا. الحين خدمت الزبده مع السكر، الحين حنحط 5 حبات جبن لافاشكيري، وغادي نحط بسم الله هاد المليحه حتى هي، وانتوما شغالين. لازم تدلكوا هالاشياء كلها. تصير زي الكريم، وانتوما كتخون في الزيت بحال هكا. زيت نباتي 150. نتوما اذا ما عندكمش هذا الكوب عبروا كل شيء الاشياء 150. ونحط البيض واحده بس صافي، وكيبقى لازم يتخدم هذه الاشياء كلها تدخل مع بعض. جانس وقلنا بسكوت الهلال يحتاج 250 زبده و150 زيت و150 سكر و5 حبات لافاشكيري. هذو هما الاشياء اللي حطيت، وحطيت مليحه. والحين غنكمل المكونات. والزيت تا هو 150. الحين السمسم مطحون. هذا اللوز والسمسم دقه واحده عمي غنحطهم، يعني دقه واحده، يعني مره واحده ضربه هكا ثاني. وانتوما كتخدموا بحال هكا. الفلور اللي راكم صافي انتم شغالين بحال هكا. هل الحريم البيوتي عارف ان هذا احنا سويناه البسكوت بس سويناه بطريقه ثانيه فيها السكر وفيها الاشياء، يعني شو نقول لك عمي تعال حسن ما حتشيل كيلو طحين. عيننا ميزاننا. انا بس انا شوفوا شويه انتم كتجمعون. خشوقات بيكنج باودر. شو وياها؟ خشوقات بيكنج باودر يعني خمير مال الحلويات، مو الخمير مال الخبز، مال الحلويات. شوفوا انا كنزيد في الطحين شويه. يعني عينك ميزانك. ميزانكم هي كتاخذ كيلو الا ربع، نص كيلو. انا حيت حطيت الكيلو كله بحالي جنبي هنايا، حيت بعد حنسوي شيء ثاني. المهم انا حنوريكم في الاخر كم حتاخذ. وتتخمر هدى ولا لا بس نخلص نشتغلها. شوفوا كتبداو تجمعوا في العجينه. شو يكون قوامها هدى العينه؟ قوام ما خفيفه ما قاصحه، يعني خلاص كتجمع لينا العجينه خلاص. ايوه زين. وبعدين غنغطيو بالبلاستيك وين حنا شغالين. لمده كم؟ الحين حاشتغل بس وانا مغطياها بالبلاستيك. الحين حنبدا نشتغل فيها عمي. خلاص حنبتدي نشتغل فيها. شوف تكوروا بحال هكا.
نتوما كترتبوا فيها، تحطوها اول شيء هكا، وبعدين حنرتبها على ترتيب الهلال عشان تجيكم ساهله. سهله يعني على طول الصبع. على طول الصبع سهله. شوفوا ملي تحطوها هنايا ها وانتوما كتشتغلوا فيها الهلال، وما عليكم من العجين اذا تكسرت، لازم عشان فيها زبده وفيها بيض، ما عليكم. حنجمعوا كل هالاشياء غتشوفها في الاخر كيف نحب. هذا هو كعب الغزال ولا غير؟ لا بس هذه حلوه الهلال، هو كيجي بحال هكا، بحال الديزاين ديال كعب الغزال. ها بحال هكا حلاوه الهلال. مزيان. صافي. وكنجيبوا دانا طاوه ونحطوها فيها هكا، كتجي لذيذه هالحلوه يعني هالبسكوت. وانتوما كيف ما قلنا بس شويه ها، عينكم ميزانكم، وهذه هكا كتخدموا الحجم على حسب الرغبه. على حسب الرغبه. والديزاين الديزاين اللي بغى يخليها زي كذا يخليها. انا حسوي 2 انواع فيها. شوفوا ها، اول شيء سهل صافي، وكتحطوها جنبكم وانتوما كتضغطوها هكا. ها كتضغطوا على حسب الديزاين، اللي يبغي دائري واللي يبغيها، لكن هي الاصولها هلال. حلوه الهلال هي. صافي نتوما كترتبوا. وكنحطوها هنا وكنسويوها التشققات بحال هكا، لا تخافون منها نهائي. بسكوت الهلال طلع لنا سنيتين، يعني بكيلو الا ربع ديال الطحين رقم 1، وشغلنا الفرن من فوق ومن تحت. الحين حنخليه بس من تحت، وعينكم ميزانكم 10 دقائق 15 دقيقه، عينكم ميزانكم على درجه الحراره 180. ومتى تشغلينه فوق؟ من فوق لما يستوي لنا من تحت نشغل عليه من فوق. يعني كب العين يبين. على حسب الفرن. انا ديما كنقول بس هما عينهم ميزانهم. شوفوا خدات مني نص ساعه، 10 دقائق من تحت ومن فوق كملت بها نص ساعه على 180 درجه. الحين متى تسوي ذا ترتبينه؟ الحين لما تبرد المفروض. لا ما نلمسها عمي عشان هشه هي. فهمتي؟ لين تبرد. لين تبرد هي، وهذيك هي خلاص. اشوف حاره. بس خلاص منظرها جميل والله. وبعدين حتشوفوا كيف حنسويها. في ناس تحط عليها سكر ناعم، في الاول كانوا يحطوا السكر ناعم، بس الحين حنوريكم كيف تطورات. وبعدين دهنوها بالمربى، مربى عسل اي شيء انتم تبغوه، بس من هنا. انا عندي المربى شويه ثقيله بس ما بغيت ازيد فيها ماء زهر وتخليها. الاحسن لو تحطين ماء زهر بعد يكون احسن ولا؟ ايه يكون احسن، بس عمي هنا ما شاء الله اليوم حاجه تشتغل هذه. يبي يحط ويا المربى ماء زهر وياه يخلط عادي. سهله. ها المربى اي مربى؟ مشمش. الاحسن مشمش. باش يعطي طعم زوين عمي. ها شوفوا اي شيء تبون تحطون، حتى النارين، اي شيء تبون تحطوه من فوق حطوه مو مشكله. الحين انا حسوي لكم هذه عشان تشوفوها. هذا شو حين هذا سمسم محمص سوى على المربى. شوفوا ها، بس سهله من تحت لا بس من فوق. ها سويتم واحده من هذه ثاني. وهذه هي الحليوه ديالنا ديال الهلال اللي داخل فيها حتى هي البريستيج. يلا بسم الله عمي. طعم يا سلام يا سلام، وايد حلوه، ما فيها مكونات وايد، بس انتو الله الله على الطحين من نص كيلو. انتو ما طالعين نص كيلو، كيلو الا ربع على حسب الزبده